التسوية الجماعية أو التسوية الاستثنائية رجعت للوجود بعد ما تم فتح هذا الملف من جديد من قبل الحكومة الإسبانية في البرلمان أو في الكونغرس. شكون هما الاشخاص اللي غادي يستافدوا؟ واش فعلا هذه المبادره غادي يتم تفعيلها قبل الصيف ديال 2025 اللي هو على الابواب، حيت حنايا حاليا كنتواجدوا في شهر مايو؟ واش فعلا غادي يتم المصادقه على هذه التسويه هذه وغيستافدوا اكثر من 400 الف مهاجر ومهاجره من هذه التسويه؟ هادشي اللي غنحاولوا نتعرفوا عليه في هذا الفيديو. السلام عليكم، كنتمنىكم بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال. بما انه حنايا حاليا تعطلنا ما نزلنا لكم شي فيديوهات بالعربيه، غنحاولوا هذا الاسبوع ننزل لكم مجموعه من الفيديوهات القانونيه على الرايغوس الخمسه اللي كاينين، اللي هما الرايغو سوسيو فورماتيفو، سوسيو لابورال، سيغوندا اوبورتونيداد، يعني خمسه ديال الرايغوس غنحاولوا نبسطوهم لكم في الايام المقبله. داكشي علاش الا كنتو اتنتوس باش هكذا تستافدوا من هاد المواضيع هادو وعندكم تساؤلات، ممكن انكم تخليو لينا تعاليق فيهم السؤال ديالكم وغادي نجاوبكم من خلال هاد الفيديوهات اللي غادي نوجدوهم. كذلك في الانستغرام ديالنا والكوينتا ديالنا ديال تيك توك كننزلوا فيديوهات مختصره فيهم بزاف ديال المعلومات حول هاد القوانين هادو، اللي اليوم 20 مايو كيدخل هاد القانون هذا حيز التنفيذ وكيتم التفعيل ديالو والعمل به ابتداء من اليوم. البارح في 6 ديال العشيه، يعني نهار 19، كانوا اخر الملفات اللي تم تقديمهم من قبل المحامين ومن قبل المحامين ديالنا حتى حنايا هنايا في الجمعيه المغربيه ديال الرايغو بارافورماسيون. صافي سالينا مع الرايغو بارافورماسيون، غنبداو العمل بالرايغو سوسيو فورماتيف. هاد السيمانه هذه كنحاولوا ننزلوا فيديوهات مختصره في السوشيال ميديا، في انستغرام وفي تيك توك كما قلت لكم، باش هكذا كنجاوبوا من خلال هذه الفيديوهات على تساؤلاتكم. الا عندكم تساؤلات خليوهم اسفل الفيديو باش هكذا ناخذوا الاسئله ديالكم ونجاوبوا على هاد التساؤلات. غندخلوا في الموضوع ديال التسويه الاستثنائيه لاكثر من 400 الف مهاجر ومهاجره اللي رجع للساحه بالضبط مساء امس نهار 19، ومجموعه من الجرائد نشروا هذا الموضوع هذا وشنو جا في الكونغرس، شنو هما النقط اللي تم الحديث عليهم في هذا الكونغرس هذا. بدايه هذا الموضوع ديال التسويه ديال الاوضاع ديال المهاجرين ماشي موضوع جديد، سبقنا وهضرنا عليه بزاف ديال المرات، ولكن كان تم توقف الحديث على هذا الموضوع وما كانوش حتى شي معلومات ولا شي تصريحات اوفيسيال او لا اللي هي تصريحات رسميه. حاليا تم تصويت من جديد على هذا الموضوع هذا وجمع التوقيعات اللي وصلت حتى ل 600 الف توقيع على المبادره، يعني داعمه المبادره ديال التسويه ديال الاوضاع ديال المهاجرين. الاحزاب السياسيه كما سبقنا وشرحنا لكم من قبل ما كانوش باغيين يصوتوا اغلبيه ديال الاصوات، وشرحنا لكم في الفيديو اللي فات، الا بغيتوا ترجعوا عنده نخليه لكم هنايا، شرحنا لكم بانه مجموعه من الاحزاب رفضت التصويت، وكاينين احزاب اللي هما تصوتوا ضد هذه المبادره ديال التسويه ديال الاوضاع القانونيه. حاليا مساء امس تم التصويت بالاجماع، ما عاد حزب واحد هو اللي اعترض على التصويت على هذه المبادره، واكيد بلا ما نذكر الاسم ديالو هنايا عارفين شكون هو الحزب اللي هو ديما ضد المهاجرين وضد هذه التسويه ديال الاوضاع القانونيه. اذا حاليا البوادر تبشر بالخير حسب هاد التصريحات هادو اللي جاوا البارح في مجموعه من الجرائد الرسميه هنايا في اسبانيا، بحال الجريده ديال البايس، غنخلي لكم هنايا المقال باش تقراو جميع التفاصيل ديالو، وكذلك مجموعه من الجرائد الاخرى اللي كتبوا على هذا الموضوع هذا كنقطه ايجابيه وبادره طيبه باش هكذا يتفتح الموضوع من جديد ويتم المصادقه على هذه التسويه ديال الاوضاع القانونيه اللي غيستافدوا منها بزاف ديال المهاجرين والمهاجرات. كما ذكرت في البدايه غتوصل او لا غيوصل العدد ديال المستفيدين 400 الف مهاجر ومهاجره. شروط والتفاصيل اكثر ما غندخلوش فيهم دابا اكيد حيت المصادقه باقي ما كايناش، ولكن بما انه تصويت بالاجماع، نقدروا نقولوا بالاجماع ما عاد حزب واحد كاين، البوادر تشير الى انه هاد التسويه غادي تكون وغادي يكونوا اخبار جميله في الايام المقبله. الحكومه الاسبانيه كتحاول ما امكن يسرعوا هذا الموضوع هذا باش هكذا يكون قبل الصيف ديال 2025، مما يعني من هنا الاشهر المقبله باش هكذا يقدروا يستافدوا منه الناس، يعني ينزلوا الشروط وينزلوا بزاف ديال التفاصيل وشكون هما المستفيدين اللي غادي يستافدوا من هذه التسويه الجماعيه.
ولكن كاين تخوف واحد لحدود اللحظه حسب نفس الجرائد، هو تخوف من الاتحاد الاوروبي. لكن الحكومه الاسبانيه كتقول بانه السلطه كاينه في يد البرلمان ماشي في السلطه التنفيذيه. كنتمناو خير ان شاء الله في الايام المقبله، كنتمناو انه فعلا هذه المبادره ديال التسويه غتنزل للوجود، خصوصا انه الأرايغوس اللي خرجوا دابا في القانون الهجره والاجانب جديد فيهم بزاف ديال الناس اللي ما غاديش يقدروا يستافدوا، بحال مثلا الاستثناء ديال دوماندانتيس دي اسيلو اولا طالبي اللجوء اللي عطاو لهم واحد الفرصه. الناس اللي تنازلوا على الاسيلو ممكن انهم يدفعوا، الناس اللي ما تنازلوش على الاسيلو ما يقدوش يدفعوا في هاد الرايغوس هادو حاليا. اذا كاين واحد الاستثناء. الجمعيه ديالنا كذلك كانت مؤخرا في الفورو ناسيونال اللي كيكونوا فيه جميع المؤسسات ومنهم الاكسترانخيريه والمسؤولين على هاد القوانين هادو، وكنحاولوا نوصلوا الصوت ديالكم دائما باش هكذا تبدل هاد التسويه هذه او لا يتبدلوا هاد القوانين هادو وتعطى التسويه لبزاف ديال الشباب اللي ما فيهمش الشروط ديال الرايغو. اذا في الايام المقبله غنشارك معكم بزاف ديال التفاصيل، ماشي فقط على التسويه الاستثنائيه وانما كذلك على القوانين. كنعاود نذكركم المشاركه ديالكم في القناه ديالنا وتفعيل زر الجرس والدعم غادي ينفعنا حتى حنايا باش هكذا التفاعل مع الفيديو يوصل للناس اكثر. خليو اشتراك في القناه، والتساؤلات ديالكم غناخذهم كاملين بعين الاعتبار وغنجاوب عليهم في الفيديوهات المقبله. تلاقاو في فيديو جديد.